الرماية أشلوك بإقليم أسترخان يحتضن تدريبات عسكرية روسية لمنظومة الدفاع المضادة للجو S-400 المتطورة، والتي دخلت الخدمة ضمن قوات الدفاع الجوي الفضائي. هذه الصواريخ تستطيع تدمير أهداف العدو كالطائرات الاستراتيجية والتكتيكية وطائرات الاستطلاع والتشويش والصواريخ البالستية والعملياتية والمجنحة والمتوسطة المدى وغيرها من وسائل الهجوم الجوي، بما فيها الطائرة الأمريكية الشهيرة الشبح. منظومة S-400 تعتبر أفضل وسائل الدفاع الجوي في العالم، فلا مثيل لها، وهي مخصصة لوظائف هامة كإصابة الصواريخ العملياتية التكتيكية والبالستية وكل الأهداف الجوية للعدو بشكل عام. تدريبات تكتيكية استخدمت فيها الذخيرة الحية تضمنت الرماية من منظومات الدفاع الجوي S-400، والتي تتميز باكتشافها للأهداف على مدى 600 كيلومترا، فعدد صواريخها الموجهة في وقت واحد 72. أما الأهداف المدمرة في وقت واحد فيبلغ 36. السرعة القصوى للهدف المدمر يتجاوز 4800 متر في الثانية. الارتفاع الأقصى للهدف المسدد إليه 27 كيلومترا والأدنى 100 متر. عملية التحكم بالمنظومة ليس بالأمر الصعب، فزمن نشر المنظومة من الحركة لا يحتاج إلى أكثر من 5 دقائق من الوقت لتكون جاهزة للعمليات القتالية. هذه المنظومة بدأت الخدمة في صفوف القوات المسلحة الروسية، وأول كتيبة زودت بها بدأت مناوبتها القتالية في ضواحي موسكو، وينتظر أن يزود الجيش الروسي بكميات إضافية ولا سيما المناطق الحدودية والساحلية. لقد استطاعت S-400 إصابة الأهداف الحقيقية في هذه التدريبات بنجاح كبير، وفي الوقت الحاضر يتواجد فوج من هذه المنظومة في موسكو، ويعتبر درعا أمينا يحمي عاصمة بلدنا، وكذلك هي متواجدة في مناطق أخرى. كما شاركت أيضا في هذه التدريبات منظومات المدفعية الصاروخية القصيرة المدى المضادة للجو من نوع بانسر S-1. تختلف منظومة الدفاع الجوي S-400 عن سابقاتها بأنها الأكثر تطورا في العالم، وتتميز بقدرتها على تدمير كافة أنواع الأهداف الجوية بدقة عالية. محمود خنبر، روسيا اليوم، من ميدان التدريب القتالي أشلوك في مقاطعة أسترخان.